السلام عليكم طلبة تانية ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنحل اول محافظة في محافظات البحثة اللي هي محافظة القاهرة. تعال نحل كده اول سؤال. اول سؤال بيقول لي هنا مجموعة حل المعادلة دي س تربيع زائد مقياس س يساوي 12. هنا انا هدخل ال 12 دي وادي بعكس الاشارة، يبقى كده س تربيع زائد مقياس السين تمام سالب 12 ده يا مستر بيساوي صفر. طيب هعمل ايه بعد كده؟ لما يكون عندي كده مقياس بالشكل ده هعمل له اعاده تعريف مقياس. يعني ايه اعاده تعريف مقياس؟ يعني هعمله بالشكل ده. ادي مقياس السين بيساوي مره بيتكتب بالموجب ومره بيتكتب بالسالب. هنا عند س اكبر من او يساوي، هنا عند س اصغر من. اكبر من مين واصغر من مين؟ لما تساوي اللي جوه المقياس ده بالصفر هيبقى اديك السين بكام؟ هيديك السين بصفر، يبقى اكتب صفر هنا واكتب صفر هنا. تمام. بعد كده نعمل ايه؟ نقسم الصفحه نصين، مرة عند مقياس السين أكبر من أو يساوي صفر، ومرة عند مقياس السين أو السين أصغر من الصفر، اللي هي الفترة دي ودي كده. تمام. طيب بعد كده بعمل إيه؟ بكتب المعادلة دي يا مستر شايفها؟ هكتبها مرة هنا أشيل السين، أشيل المقياس أكتب مكانها س موجبة، وهنا أشيل الناحية التانية هنا أشيل المقياس أكتب مكانها س سالبة. يعني هتبقى كده بص س تربيع زائد السين دي أو مقياس السين أنا هخليها س موجبة تمام سالب 12 ده بيساوي صفر. طب الناحية التانية س تربيع تمام زائد المقياس ده يا مستر هخليه كده س سالبة تمام سالب 12 برضه ده بيساوي صفر. ده كده مقدار ثلاثي بسيط هيتحلل كده. افتح قوسين س تربيع تبقى س وس، عايزين عددين ضربهم 12 طرحهم واحد كام في كام؟ 3 في 4. اشاره الحد الاخير سالب يبقى الاشارتين مختلفتين، الكبير ياخد اللي في النص، الكبير اللي هي الاربعه تاخد اللي في النص، يعني دي تاخد موجب ودي تاخد ايه؟ سالب. تمام. بعد كده لما تساوي دي بالصفر تبقى الس ب3، ولما تساوي دي بالصفر تبقى الس بكام؟ بسالب 4. تمام. طيب انا هنا هختار ال3 ولا السالب 4؟ مبدئيا لازم اختار الرقم اللي جوه الفتره دي. هنا السين اكبر من الصفر، السين اكبر من الصفر فانا مش هينفع اختار القيمه السالبه، فهنا تبقى مجموعه الحل كام في الاولانيه؟ 3. طيب الناحيه الثانيه هنا هيبقى س تربيع موجب في سالب بسالب س سالب 12 بيساوي صفر. ده برضو مقدار ثلاثي بسيط بيتحلل كده، فانا كده بفتح قوسين س تربيع تبقى س في س، عايزين عددين ضربهم 12 طرحهم واحد 3 في 4 برضو، اشاره الحد الاخير سالب يبقى الاشارتين مختلفتين، الكبير ياخد اللي في النص، دي سالب ودي موجب. طيب لما تساوي القوس ده بالصفر تبقى الس هنا بسالب 3، ولما تساوي دي بالصفر تبقى الس بكام؟ ب4. لازم برضو تختار الرقم اللي في الفتره دي. هنا السين اصغر من الصفر فانا مش هينفع اختار القيمه الموجبه، فانا هختار القيمه السالبه بس. فدلوقتي تبقى مجموعه الحل كام وكام؟ مجموعه الحل دلوقتي يا مستر هتساوي 3 وسالب كام؟ وسالب 3. فانا هنا هختار 3 وسالب 3 اللي هو الاختيار رقم أ، اللي هو الاختيار ده. تمام. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 2 بيقول لي هنا يا مستر اذا تقاطع منحنى الداله د س وداله اس سالب 1 س تمام في النقطة كاف و2 كاف سالب 4 فإن كاف هتساوي كام؟ إيه يا مستر؟ دي الدالة ودي الدالة ودي الدالة العكسية بتاعتها. الدالة والدالة العكسية تمام أو الدالة العكسية هنا متماثلة حول المستقيم ص يساوي س. يعني ايه يا مستر انا هستفاد ايه؟ يعني هستفاد ان النقطة دي شايفها النقطة دي هساوي الص بالسين، يعني هنا هيبقى 2 كاف سالب 4 بيساوي السين اللي هنا اللي هي كام؟ اللي هي كاف. هخلي الكاف مع كاف يبقى هنا 2 كاف سالب كاف سالب 4 بيساوي صفر. 2 كاف ناقص كاف تبقى كاف ناقص 4 بتساوي صفر، تطلع ال4 دي بعكس الاشاره. يعني هنا الكاف هيساوي كام يا مستر؟ الكاف هيساوي 4. فانا هنا هختار كام؟ هختار 4 اللي هو الاختيار رقم د. طيب السؤال اللي بعديه السؤال رقم 3 هنا بيقول لي اذا كانت د س بتساوي جذر س ور س بتساوي س تربيع سالب 1، عاوز ر تركيب د 3. تمام. دي ممكن نحلها كده بالتفصيل. ادي ر تركيب د س. يعني ايه يا مستر؟ يعني الداله الاولانيه اللي هي اسمها ر حلو هخليها كده اكتبها بالشكل ده، هي المفروض س تربيع سالب 1، انا هخلي بدل السين هخليها قوس تبقى قوس تربيع كده سالب 1، واكتب جوه القوس الداله الثانيه اللي هي د يا مستر، الداله الثانيه اللي هي د اللي هي جذر س. حلو الكلام. هنا التربيع بتاع الجذر هنا س سالب كام؟ سالب 1. دي داله التركيب. بعد كده بيقول لك ايه؟ هو عايز ر تركيب د 3. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ انا هشيل السين اكتب مكانها 3 تبقى 3 ناقص 1، 3 ناقص 1 كام؟ 2. فانا هنا هختار كام؟ هختار 2 اللي هو الاختيار رقم ب. طيب
طيب السؤال اللي بعديه السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 بيقول لي الدالة دالة س بتساوي 3 سالب مقياس السين. انا ممكن اعدلها كده اخليها سالب مقياس السين زائد 3. حلو الكلام. طيب منها اعرف اجيب نقطة التماثل اللي هي بتاعة الازاحات. لو في رقم جوه المقياس هيبقى اسمه ازاحة سينية، هنا مفيش رقم يبقى الازاحة السينية بصفر، ولو في رقم بره المقياس اللي هو كده التلاتة يبقى ده اسمه ازاحة صادية اللي هي بكام؟ ب3. حلو الكلام. طيب دي بتترسم ازاي اصلا؟ دي بتترسم كده، المقياس بيترسم يا اما 7 يا اما 8 على حسب اشاره المقياس، فهنا عشان المقياس سالب فهيترسم 8 لتحت، هيترسم بالشكل ده. هنا نقطه التماثل 0 و3، 0 و3 تبقى هنا 0 و3، هنا السين بصفر، هنا الصاد ب3 تبقى هنا كده، دي كده عند الصاد بكام؟ ب3. حلو الكلام. طيب بعد كده هعمل ايه يا مستر؟ دي بتترسم 8 زي ما قلنا بالشكل ده. طيب بعد كده الرقم بتاع السين ده بستخدمه في المجال وفي الاطراد وفي المعادله. الرقم بتاع الصاد ده بستخدمه في المدى يا مستر. حلو الكلام. طيب فدلوقتي هنا عايز الاطراد بتاعي فين؟ الاطراد او بيقول التزايديه فين؟ هنا تبقى التزايديه فين؟ التزايديه هنا بمسك الخط من الشمال وامشي كده بصباعي ناحيه اليمين، الخط طالع لفوق يبقى تزايديه، نازل لتحت كده يبقى تناقصيه. هنا اللي بص تزايديه في الفتره الاولانيه، في الفتره الاولانيه اللي هي من فين لفين؟ اللي هي من اول سالب ما لا نهايه تمام لغايه الرقم ده. الرقم ده هنا السين بكام؟ هنا السين بصفر اللي هو ده، فهنا تبقى تزايديه عند س تنتمي للفتره من سالب ما لا نهايه لغايه فين؟ لغايه صفر. وطبعا الفترات مالها على طول مفتوحه، فهنا انا اختار من سالب ما لا نهايه صفر اللي هو الاختيار رقم د. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 5 بيقول لي ايه في السؤال رقم 5؟ بيقول لي اذا كان 2 اس س بيساوي 3. تمام، هو هنا مديني معلومه ان 2 اس س بيساوي 3. تمام، ومديني كمان معلومه ان 4 أس، هو عايز 4 اس س زائد 1 بتساوي كام؟ تمام، تعال نشوف دي 4 اس س زائد 1. 4 اس س زائد 1 دي بتساوي كام؟ طيب 4 اس س زائد 1 انا ممكن اخليها 4 اس س في 4 اس 1. تمام، فكيتها. طيب 4 اس س الاربعه دي انا ممكن اخليها 2 اس 2، والسين اتكتبت في الاس زي ما هي. تمام، في 4 اس كام؟ 4 اس 1. 2 اس 2 اس س 2 اس 2 س دي انا ممكن اخليها 2 اس س الكل اس 2. تمام، في 4 اس 1 اللي هي كمان اللي هي بكام؟ ب4. 2 اس س بكام اصلا؟ ب3، فدي هخليها 3 اس 2 في 4. 3 اس 2 ب9 في 4. 4 في 9 بكام يا مستر؟ ب6 وكام؟ و30. فانا هنا اختار 36 اللي هو الاختيار رقم ب. فهمناها؟ طيب السؤال اللي بعديه سؤال رقم 6 بيقول لي ايه في السؤال رقم 6؟ بيقول لي عايز لوغاريتم س زائد لوغاريتم 2 ده بيساوي 2، فان س بتساوي كام؟ تمام يا مستر، هعمل فيها ايه دي؟ مبدئيا عندي زائد او ناقص في وسط اللوغاريتمات، انا هنا عندي زائد فانا هاخد لوغاريتم واحد بس، والرقمين دول هيتضربوا في بعض اللي هو السين والاثنين، هيبقى س في 2 ب2 س، الكلام ده كده بيساوي 2. حلو، عندي كده يساوي في وسط اللوغاريتمات هستخدم اول خاصيه من خواص اللوغاريتمات اللي هي ايه يا مستر؟ فكرنا بيها. لو انا عندي لوغاريتم س للاساس ا بيساوي ص، هستخدم دي ا اس ص يساوي س. تمام، طيب هنا مفيش رقم تحت اللوغاريتم، طالما مفيش رقم تحت اللوغاريتم يبقى كام؟ يبقى 10. يبقى هنا هقول له بالشكل ده 10 اس 2 بيساوي 2 س. طب 10 اس 2 ب 100، يبقى دلوقتي 2 س بتساوي 100. لما اقسم على الاثنين هنا وعلى الاثنين هنا تبقى الس بكام يا مستر؟ ب 50. فانا هنا هختار كام؟ 50 اللي هو الاختيار رقم د. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 7 بيقول لي هنا الشكل المقابل يمثل منحنى الداله دي، فان نهايه عندما س تقول لواحد بتساوي كام؟ هنا لما تبقى الس هنا بواحد هنا هطلع السين بواحد هنا، واحد هنا قدام مين؟ فوق قدام ال2، فانا هنا هختار الاختيار رقم كام؟ هنا 2. طيب السؤال اللي بعديه السؤال رقم 8 بيقول لي هنا يا مستر نهايه عندما س تقول لصفر 2 س زتا س. زتا س دي اللي هي مقلوبه مين اصلا؟ مقلوبه الظا، يعني دي كانها كده نهايه عندما س تقول لصفر
2 س في 1 على زتا او ظا 2 س، عشان اخليت الزتا ظا جلبتها. طيب يعني دي هتساوي يا مستر نهاية عندما س تقول لصفر 2 س على ظا س او ظا 2 س. تمام، ده القانون بتاع الظا اللي هي نهاية الدوال المثلثية. فانا هنا باخد ايه؟ باخد معامل الس اللي فوق على معامل الس اللي تحت، يعني 2 على 2. 2 على 2 اللي هي بتساوي كام يا مستر؟ اللي هي بتساوي 1، وكده المسألة خلصت. طيب السؤال اللي بعديه سؤال رقم 9. هنا طبعا هختار واحد بالشكل ده. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 9 بيقول لي يا مستر في اي مثلث ا ب ج يكون 2 ج ا شرطة ج ا بتساوي كام؟ طب هو القانون اصلا ا شرطة على ج ا يساوي ب شرط على ج ب يساوي ج شرط على ج ج، الكلام ده بيساوي 2 نق. حلو. طيب انا ضربت الاولانيه دي في 2. طالما ضربت دي في 2 يبقى اضرب دي في 2، يعني ده معناه 2 ا شرطة على ج ا، الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 2 في 2 ب4، يبقى ده بيساوي كام يا مستر دلوقتي؟ 4 نق. تمام، فهنا اختار كام؟ 4 نق. طيب السؤال اللي بعديه السؤال رقم 10 بيقول لي ايه؟ السؤال رقم 10 بيقول لي 2 ج ا بيساوي 3 ج ب بيساوي 4 ج ج. هو عايز ج شرطة الى ب شرطة الى ا شرطة. طيب انا هنا القانون ا شرط على ج ا وب شرط على ج ب وج شرط على ج ج، يعني مفيش ارقام جنب الج ا والج ب والج ج. فانا عايز اقسم ايه؟ عايز اشيل الارقام اللي جنب الج دي كلها. هقسم على كام؟ طيب هقسم على رقم ينفع يتقسم عليهم هما الثلاثه. هلاقي ال 12 ينفع يتقسم عليهم هما الثلاثه. حلو الكلام. طيب لما اقسم دي على 12، هنا دي على الاثنين فيها الواحد، دي على الاثنين فيها الستة، ودي على الثلاثة فيها الواحد، ده على الثلاثة فيها الأربعة، ده على الثلاثة فيها الواحد، ده على الأربعة فيها الواحد، ده على الأربعة فيها الثلاثة. يعني الكلام ده دلوقتي هيساوي يا مستر ج ا على 6 بيساوي ج ب على 4 بيساوي ج ج على كام؟ على 3. تمام. طيب القانون أصلا بالعكس، كأنه كده، كأنه 6 على ج ا بيساوي 4 على ج ب بيساوي 3 على ج ج. تمام، كأن ده ا شرطة وده ب شرطة وده ج ايه وده ج شرطة. طبعا دي نسب. حلو الكلام. ده معناه ان ج شرطة زي ما هو عاوز الى ب شرطة الى ا شرطة بيساوي كام الارقام؟ 3 الى 4 الى كام يا مستر؟ الى 6، اللي هو الاختيار رقم ب. تمام. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 11. رقم 11 بيقول لي هنا مساحة المثلث المتساوي الاضلاع لازم محيطه 18 سم تساوي كام؟ هو هنا عايز المساحة. طيب مساحة المثلث أصلا بتساوي إيه؟ نص القاعدة في الارتفاع أو نص حاصل ضرب أي ضلعين في الجهة الزاوية اللي بينهم. طب هو مبدئيا مديني ده مثلث متساوي الأضلاع، مثلث متساوي الأضلاع بالشكل ده. تمام؟ رسمة وحشة نرسمها رسمة حلوة. بالشكل ده كده. متساوي الأضلاع المحيط بتاعه ب 18، يعني ال 18 سم دي تتجسم على الثلاث أضلاع، يعني كل واحد بكام؟ ب 6 سم، يبقى ده ب 6 سم وده ب 6 سم وده ب 6 سم. طبعا مثلث متساوي الاضلاع كل زاويه من زاويه ب 60 درجه. تمام. طيب هو دلوقتي عايز المساحه. طب مساحه المثلث بتساوي نص حاصل ضرب اي ضلعين في جهه الزاويه بينهم. اي ضلعين نفترض ده في ده اللي هو 6 في 6 في جهه الزاويه بينهم اللي هي جهه كام يا مستر؟ جهه 60. تمام. هتعمل دي كده بالاله تطلع لك كام؟ 9 جذر 3 سنتيمتر ايه مربع، اللي هو الاختيار رقم ج. طيب السؤال اللي بعديه السؤال رقم يا مستر 12 بيقول لي مجموعة حل المتباينة دي. هنا مديني مقياس جذر قصدي س تربيع سالب 6 س زائد 9، الكلام ده أكبر من 2. تمام. أنا أول ما بشوف جذر بحاول الجذر ده المقياس. ليه؟ لأن اللي بيكون تحت الجذر ده اسمه مقدار ثلاثي مربع كامل. مربع إيه يا مستر؟ مربع كامل. يعني هتبقى كده، هخليه قوس أس 2. تمام. الأول بيكون لي جذر تربيعي اسمه س، وإشارة النص بتنزل هنا سالب، والأخير بيكون لي جذر تربيعي اسمه كام؟ 3. لما أضرب جذر الأول في جذر التاني في 2 يديك اللي في النص اللي هو 6 س. 3 في س ب 3 س في 2 بكام؟ ب 6 س. تمام. الكلام ده أكبر من 2. بعد كده بعمل إيه يا مستر؟ بعمل إن أنا بشيل الجذر ده مع التربيع، واكتب اللي جوه الجذر ده اللي تحت الجذر ده جوه مقياس. يعني هتبقى كده مقياس س سالب 3 أكبر من 2. لما يبقى المقياس أكبر بقسم الصفحة نصين، مرة س سالب 3 أكبر من 2 ومرة س سالب 3 أصغر من كام؟ من سالب 2. تطلع التلاتة دي بره الناحية التانية بعكس الإشارة، يعني هنا س أكبر من 2 زائد 3، يعني هنا س أكبر من كام؟ من 5.
وهنا تطلع دي الناحيه التانيه بعكس الاشاره، يعني هنا س اصغر من سالب 2 موجب 3، يعني هنا س اصغر من كام دلوقتي؟ من 1. تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بعمل كده خط عداد عشان اعرف اجيب المجال بتاعي. تمام، او مجموعه الحل بتاعتي. الارقام اللي عندك هنا 1 هنا وهنا 5. تمام، مفيش يساوي، فهم الاتنين كده مفتوحين. هنا دي اكبر من 5 فانا بمشي كده ناحيه اليمين، ودي اقل من 1 فانا بمشي كده ناحيه الشمال. هنا ناحيه السالب ما لا نهايه، وهنا ناحيه الموجب ما لا نهايه. تمام، فهيبقى مجموعه الحل بتاعتي انا كده ظللت يا مستر خط الاعداد كله يعتبر، فهنا خط الاعداد كله اسمه ح ناقص الفتره دي اللي هي من فين لفين؟ اللي هي من 1 ل5. هما الاتنين مفتوحين بس السالب دي تمام تجلب لي الفتره، بدل ما هما مفتوحين تخليهم مالهم؟ مقفولين. يبقى دي كده مجموعه الحل بتاعتي. تمام، ح ناقص كام وكام؟ ح ناقص 1 و5 هما الاتنين مقفولين، اللي هو الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 13. مجموعة حل المعادلة 4 أس س تمام سالب 2 أس س زائد 1 تمام يساوي 8. دي بتساوي ايه؟ 4 أس س دي فدي من ضمن المعادلات الأسية طالما عندي س في الأس. تمام، الأربعة دي أنا ممكن أخليها 2 أس س الكل أس 2. تمام، عشان الأربعة أصلا 2 أس 2. ادي الاربعة اس س، بص 2 اس 2 الكل اس 2 اس 2 الكل اس س. تمام، ينفع انا ابدل الاسس دي مكان بعض، يعني اخليها 2 اس س بس الكل اس 2، ده عادي جدا. تمام، ناقص دي هعمل فيها ايه يا مستر؟ 2 اس س زائد 1 انا هفكها اخليها 2 اس س في 2 اس 1. تمام، الكلام ده بيساوي كام بره؟ بيساوي 8. تمام، هتبقى بالشكل ده 2 اس س الكل اس 2 ناقص 2 اس 1 ب2 تبقى 2 في 2 اس س. تمام، وادخل ال 8 جوه ادي سالب 8. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 0. بيجت مقدار ثلاثي بسيط. عشان تبقى سهله على عينيا شويه انا ممكن افرض ان 2 اس س دي هسميها اسمها ص، فتبقى المعادله بالشكل ده ص اس 2 ناقص 2 ص ناقص 8 ده بيساوي كام؟ بيساوي 0. بيجت مقدار ثلاثي بسيط. مقدار ثلاثي بسيط افتح قوسين بالشكل ده، ص تربيع تبقى ص في ص، عايزين عددين ضربهم 8 طرحهم 2 كام في كام؟ 2 في 4. اشاره الحد الاخير سالب يبقى الاشارتين مختلفتين، الكبير ياخد اللي في النص يبقى ده سالب كده وده ايه؟ وده موجب. تمام، اقسم الصفحه نصين، لما اساوي ده بالصفر تبقى الصاد بسالب 2، ولما اساوي ده بالصفر تبقى الصاد بكام دلوقتي يا مستر؟ ب4. هنا الصاد دي اصلا يا مستر كانت 2 اس س هرجعها لاصلها اللي هو ده كده، هيبقى دي 2 اس س هيساوي سالب 2، وهنا 2 اس س بيساوي كام يا مستر؟ بيساوي 4. طيب دي معادله اسيه، عايز اخلي الاساس بيساوي الاساس عشان يبقى الاس بيساوي الاس. هنا دي يا مستر مرفوضه عشان ما فيش 2 اس س بتساوي سالب، ما ينفعش ده بيساوي سالب خالص. تمام، لكن هنا الناحيه الثانيه 2 اس س بيساوي 4 اللي هي 2 اس كام؟ 2 اس 2. اساس بيساوي اساس يبقى الاس بيساوي الاس، يبقى هنا الس بكام؟ ب2. يبقى مجموعه الحل كام دلوقتي؟ المجموعه 2 اللي هي كام؟ ج. طيب السؤال اللي بعديه، هنا السؤال رقم 14 او رقم رقم 14. اذا كان لوغاريتم 2 للاساس 2 يعني في لوغاريتم للاساس 3 س زائد 5 الكلام ده بيساوي 1، عايز س بتساوي كام يا مستر؟ طيب طالما عندي كده ايه لوغاريتمين يكونوا 20 لوغاريتم ورا بعض، اللي جوه ده كانك مش شايفه. تمام، وهتستخدم الخاصيه دي اللي هي لو لوغاريتم س للاساس ا بيساوي ص، هتقول له انت يا مستر ان ا اس ص بيساوي س. دي اول خاصيه من خواص اللوغاريتمات، اول خاصيه من خواص اللوغاريتمات. تمام، لما يبقى فيه كده ايه؟ لما يبقى فيه يساوي. طيب تعال نكمل. هنا هتقول له 2 اس 1 الكلام ده بيساوي لوغاريتم للاساس 3 س زائد 5. حلو، 2 اس 1 اصلا بكام؟ 2 اس 1 ب2، فكانها مش مكتوبه هنا كده، كانها مكتوبه الناحيه الثانيه. برضه هتعملها تاني، هيبقى 3 اس 2 يساوي 3 س زائد كام؟ 5. طب 3 اس 2 بكام يا مستر؟ ب9، فكان ال9 كده مكتوبه هنا. تمام، انا دلوقتي عايز الس اطلع ال5 بره الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، تبقى 3 س هتساوي 9 ناقص 5، تبقى 3 س 9 ناقص 5 كام؟ 4. تمام، هقسم دلوقتي على ال3 هنا وعلى ال3 هنا، دي راحت مع دي، تبقى الس بكام؟ الس هتساوي 4 على 3.
فهمناها؟ فانا هنا هختار الاختيار الف اللي هو 4/3. طيب السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 15 بيقول لي هنا يا مستر نهاية عندما س تؤول ل2، تمام، جا س -2 على 2 في س سالب كام؟ 4. تمام، هعمل ايه في ده يا مستر؟ هنا الجا هنا لو انا عوضت بصفر بالاثنين هيديني 2 على 2، 2 ناقص 2 صفر، وتحت برضه هيديني صفر اللي هي هتبقى كميه غير معينه. تمام، فانا هنا هفكر في الدرس بتاع نهايه الداله المثلثيه اللي هو بيقول لك نهايه بس لازم السين تقول لصفر. تمام، هنا مثلا جا س على س باخد رقم معامل السين اللي فوق على معامل السين اللي تحت، يعني مثلا لو فوق 1 وتحت 1 يبقى 1 على 1 فيها الواحد. طيب هنا هعمل نفس الكلام ده نهايه، بس هنا جا س ناقص 2، فانا هنا هعدل دي هخليها س ناقص 2 تقول لصفر، هيبقى دي جا س ناقص 2. تمام، طيب تعال نكمل. انا هنا دي كاتب دي غلط، اشيل القوس ده، مفيش قوس لا هنا ولا هنا، تبقى دي كده 2 س. هاخد الاثنين يا مستر عامل مشترك، يبقى فاضل لي س سالب 2. تمام، فس سالب 2 دي هي دي كأن دي س دلوقتي، كأنها س كبيره مثلا، فانا باخد معامل الس اللي فوق على معامل الس اللي تحت. معامل الس اللي فوق كام؟ 1 على معامل الس اللي تحت كام؟ 2، اللي هو معامل القوس يعني يعتبر. يبقى كام على كام دلوقتي؟ 1 على 2 اللي هو الاختيار رقم ب. طيب السؤال اللي بعديه السؤال رقم 16 بيقول لي ايه في السؤال رقم 16 يا مستر؟ بيقول لي نهايه عندما س تؤول الى مين؟ تؤول الى ما لا نهايه. تمام، 2 على س في الجذر ل3 زائد 4 س تربيع. انا هعمل ايه في السؤال ده؟ هنا لو انا عوضت بما لا نهايه هيديني ايه؟ ما لا نهايه وبتاع، هيديني ايه؟ هتبقى كميه غير معينه مش مظبوطه معايا. طيب او صفر مش مظبوطه معايا، او صفر كده على صفر مش مظبوطه معايا. فانا هنا هعمل ايه؟ هدخل الما لا نهايه دي، هدخل السين دي يا مستر دي هدخلها جوه القوس، هدخلها جوه الجذر. هدخلها ازاي جوه الجذر؟ يعني انا هعمل كده، ادي نهايه عندما س تؤول الى ما لا نهايه، الاثنين دي وادي الجذر اهو. السين دي في المقام اصلا، فتخش جوه الجذر بالتربيع عشان ده جذر تربيع، هيبقى 3 على س تربيع. تمام، زائد 4 س تربيع على تحت مين؟ على تحت س تربيع. حلو الكلام لكل واحده فيهم. طيب فهنا س تربيع دي تروح مع س تربيع دي، بعد كده تعوض بالما لا نهايه اللي هي هتبقى كده نهايه عندما س الى ما لا نهايه، هنا 2 في 3 على ما لا نهايه اللي هي طبعا بصفر زائد 4. دي بكام؟ دي بصفر، يبقى دلوقتي ده بيساوي 2 في جذر 4. 2 في جذر 4 اللي هي 2، يبقى 2 في كام دلوقتي يا مستر؟ 2 في 2 ب4، فانا هنا اختار الاختيار ج. طيب السؤال رقم 17 هنا نهاية عندما س تؤول ل5 س سالب 3 أس 7 ناقص 128 على 2 س سالب 10. هنا الأسس الكبيرة ده الدرس بتاع القانون اللي هو بتاع النظرية اللي هي بتاعت الأس اللي فوق على الأس اللي تحت دي. تمام، فده هتحل ازاي يا مستر؟ هعمل كده، هنا الس تؤول لكام؟ الس تؤول ل5، يعني هنا يبقى في س ناقص 5، ده اللي يبقى اللي فوق س، المفروض كده س ناقص 5 على حسب يعني. طب تعال نشوف هنا اللي تحت دي هعمل فيها ايه. ادي نهاية عندما س تؤول ل5، هنا دي س سالب 3 الكل أس 7 ناقص 128 دي كام؟ أس 7 أصلا اللي هي 2 أس 7. طب هنا اللي تحت دي هعمل فيها ايه يا مستر؟ اللي تحت دي هاخد الاثنين عامل مشترك، يبقى فاضل لي س سالب 5. تمام، ادي الس اتكتبت اهي، س سالب 5 اهي كده. طيب الاثنين دي يا مستر هوديها فين؟ اطلعها بره، يعني هتبقى كده ادي 2 بس هي في المقام تبقى 1 على 2 في نهاية عندما س تؤول ل5 المفروض. تمام، هنا س سالب 3 أس 7 ناقص 2 أس 7. طب وس ناقص 5 اللي فاضلالي دي اعمل فيها ايه؟ اخليها كده س ناقص 3 ناقص 2 بالشكل ده برضو س سالب 5 بس خليتها على شكل القانون. دي كأنها شبه القوس اللي فوقيه، ودي كأنها شبه القوس ايه التاني. طيب يبقى ده بيساوي دلوقتي 1 على 2 في هنا ده شبه القانون، يبقى الأس اللي فوق على الأس اللي تحت. تمام، في الرقم اللي هو الاثنين أس اللي فوق ناقص اللي تحت أس 7 ناقص 1 6. هتعمل دي بالآلة هتديك 224.
تمام. فانت هنا تختار لي كام؟ 224 اللي هو الاختيار رقم ج. طيب السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 18 بيقول لي هنا في مثلث ا ب ج اذا كان ب شرطة تربيع بيساوي القوس اسمه ج شرطة ناقص ا شرطة الكل تربيع زائد 3 ج شرطة ا شرطة. طيب فك لي القوس ده كده يا مستر، يبقى ب شرطة تربيع ده بيساوي ده قوس اس 2 بيتفك مربع الاول موجب مربع التاني، الاول في التاني في 2 تبقى سالب 2 ج شرطة ا شرطة. حلو الكلام. زائد 3 ج شرطة ا شرطة. طيب اجمعهم لي كده، هيبقى ب شرطة تربيع بيساوي ج شرطة تربيع زائد ا شرطة تربيع. تمام. دي سالب ج شرطة ا شرطة زائد 3 ج شرطة ا شرطة، اشارات مختلفة اطرح ونزل اشارة الكبير، طرحهم ج شرطة ا شرطة واحدة بس يعني، اشارة الكبير موجب يبقى ده موجب ج شرطة ا شرطة. تمام. طب نعدلها كده زي ما احنا متعودين، هتبقى دلوقتي ب شرطة تربيع بتساوي ا شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع زائد ا شرطة ج شرطة. حلو الكلام. دي معادلة انا جبتها من اللي هو مديها لي. طب ايه قانون اصلا ب شرطة تربيع؟ قانون ب شرطة تربيع اللي هو ده كده، اللي انا حافظه من القانون، من القانون بتاع حساب مثلثات. ب شرطة تربيع بيساوي لو بندرس جيب التمام يعني ا شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص 2 ا شرطة ج شرطة. تمام. جتا مين؟ جتا ب. حلو الكلام. دي المعادلة كده رقم 2. حلو. طيب لو انت جمعت لي دول كده مع بعض او سويت المعاملات دي ببعضيها، ما هنا ب شرطة وهنا ب شرطة، لو انا سويتهم ببعض يبقى الاولانية اللي هي ا شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع زائد ا شرطة ج شرطة، دي الاولانية بتساوي المفروض الثانية اللي هي ايه؟ الثانية اللي هي ا شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع سالب 2 ا شرطة ج شرطة جتا ب. حلو الكلام. طيب ا شرطة تربيع دي وج شرطة تربيع لو انت وديتهم الناحية التانية يروحوا بالسالب فهيروحوا مع دول. حلو الكلام. يبقى فاضل لي ايه دلوقتي؟ فاضل لي في الاولانية ا شرطة ج شرطة، الكلام ده بيساوي سالب 2 ا شرطة ج شرطة جتا ب. هو عايز خلي بالك قياس زاوية ب بكام. طيب ا شرطة دي هتروح مع ا شرطة دي عشان مضروبة، وج شرطة دي هتروح مع ج شرطة دي عشان مضروبة. يبقى دلوقتي ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل هنا 1 وهنا سالب 2 جتا ب بيساوي كام؟ 1. مكان دي كده كتبت 1. تمام. بعد كده هقسم على السالب 2 دلوقتي هنا وعلى السالب 2 هنا، دي راحت مع دي. يبقى دلوقتي جتا ب هتساوي كام؟ جتا ب هتساوي 1 على سالب 2 يعني سالب نص. جتا ب بسالب نص يبقى قياس زاوية ب شيفت كوزين سالب نص هتديك الزاوية بكام؟ ب 100 وكام؟ 120 درجة. فهنا اختار كام؟ 120 درجة. تمام. السؤال اللي بعديه كده احنا خلصنا مسائل اختر، بيجي 18 سؤال اختر. تمام. بعد كده ايه؟ هنخش في المسائل المقالية. السؤال اللي بعد كده في المقالي، الأسئلة المقالية، السؤال رقم 19 بيقول لي هنا ايه في السؤال رقم 19؟ بيقول لي ارسم الشكل البياني للدالة التربيعية دي، د س بتساوي س تربيع زائد 2 س زائد 5، ومن الرسم أوجد المدى وابحث الإطراد وبين نوع الدالة ومن حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك. طيب مبدئيا احنا مش عايزين شكل الدالة بالشكل ده، هو مديها لي ازاي؟ مديها لي كده دالة س تساوي س تربيع زائد 2 س تمام زائد كام يا مستر؟ زائد 5. انا مش عايزها كده، انا عايزها في قوس اس 2 عشان اعرف الازاحه السينيه والازاحه الصاديه. فانا هخليها ازاي يا مستر قوس اس 2؟ هخليها مقدار ثلاثي مربع كامل. ازاي مقدار ثلاثي مربع كامل؟ بص هو مبدئيا يعني ايه مقدار ثلاثي مربع كامل؟ يعني بيبقى في قوس كده اس 2. حلو الكلام. جذر الاول دي س، اشاره النص اللي هي كام؟ اللي هي موجب. حلو الكلام. طيب في رقم بيتكتب هنا، الرقم ده اللي بيتكتب هنا بيخلي لي المساله بالشكل ده. ادي مثلا داله س تساوي س تربيع زائد 2 س زائد رقم. حلو الكلام. الرقم ده يبقى كام؟ الرقم ده عايز اكتبه هنا. تمام. ايه هو طب الرقم اللي هكتبه هنا؟ بص لو انت فكيت القوس اللي اس 2 ده اللي هو ده، بده بيتفك ازاي القوس اللي اس 2؟ بيتفك مربع الاول اللي هو س تربيع، مربع الثاني اللي هو هيتكتب هنا انا مش عارفه كام. تمام. بعد كده بقول الاول ده في الثاني ده في 2 هيديني اللي في النص، فكام في س في 2 اديني 2 س هيبقى 1. حلو الكلام. فهنا مربع الاول ده كده 1، يبقى ده المقدار الثلاثي مربع كامل هيتفك بالشكل ده. مربع الاول س تربيع، مربع الثاني 1
تمام. الاول في الثاني في 2 هيدي لي في النص اللي هو 2 س. تمام. فالمقدار ده دلوقتي انا خليته كده س زائد 1 اس 2. تمام. اللي هو س تربيع زائد 2 س زائد 1. طيب ده المقدار الاصلي س تربيع زائد 2 س زائد 5. انا خليت هنا زائد 1 يبقى فاضل لي كام اللي ناقصه دلوقتي على الواحد 4. حلو الكلام. فالمقدار اللي فوق اللي هو الاصلي انا خليته بالشكل ده س تربيع زائد 2 س زائد 1 بيساوي 4. اول 3 دول اللي هم مقدار ثلاثي مربع كامل هتبقى كده الداله هتبقى كده د س هتساوي س زائد 1 اس 2 زائد 4. هيبقى الرقم اللي جوه القوس اسمه ازاحه سينيه والرقم اللي بره القوس اسمه ازاحه صاديه. دي اللي هي اسمها نقطه التماثل. نقطه التماثل كام وكام دلوقتي؟ 1 و4 سالب 1 و4 عشان الرقم اللي جوه القوس بيبقى ازاحه سينيه بعكس الاشاره والرقم اللي بره القوس ازاحه صاديه بنفس الايه بنفس الاشاره. تمام. ده التربيع بتترسم حرف يو يا اما لفوق يا اما لتحت. هنا تبقى لفوق عشان السين تربيع او القوس بالموجب. تمام. فهتترسم كده سالب 1 و4. هنا السين بسالب 1 الصاد كده ب4. تمام. فهتترسم من هنا كده من عند النقطة دي سالب 1 و4 من عند النقطة دي كده وهتترسم حرف يو لفوق. تمام. طيب تعال نكمل. هترسم كده. احنا من هنا عايزين نجيب المجال والمدى والاطراد والنوع يا مستر. هنجيبها ازاي؟ المجال بيجي من محور السينات والمدى بيجي من محور الصادات. قبل ما ابدا النقطه الرقم بتاع السين ده بستخدمه في الاطراد. تمام. وفي المعادله الرقم بتاع الصاد ده بستخدمه في المدى. تمام. طيب فهنا المجال بتاعي يا مستر ح والمدى في سهم. هنا المجال كان في سهم يمين وفي سهم شمال فعشان كده قلت المجال ح. المدى في سهم لفوق وفي سهم لتحت. لا المدى بادئ من اول هنا. من اول فين؟ هنا من اول الرقم اللي هو 4 لغايه فين فوق لغايه موجب ما لا نهايه والاربعه كده مكفوله. طيب الاطراد بيجي من محور السينات. محور السينات بص بتبدا كده رسمه من الشمال نازله في الاول بعد كده طالعه. انت ادي خط كده بيمشي ناحيه اليمين نزلت بعد كده طلعت يبقى تناقصيه بعد كده تزايديه. يبقى الاطراد تناقصيه من سالب ما لا نهايه لغايه هنا. هنا السين كانت بكام يا مستر؟ هنا السين بكام؟ بسالب 1 لغايه هنا اهو النقطه الحمراء دي لغايه سالب 1 وتزايديه من فين لفين؟ من سالب 1 لغايه فين؟ لغايه موجب ما لا نهايه. طيب بعد كده مين تاني؟ الداله دي زوجيه ولا فرديه ولا ايه دنيتها؟ الداله دي طالما في ازاحه سينيه يبقى ايه لا زوجيه ولا فرديه. لكن لو ما فيش ازاحه سينيه يعني هي طالعه من نقطه من محور الصادات تبقى زوجيه. يبقى هنا النوع دلوقتي لا زوجيه ولا فرديه. تمام. طيب حاجه تاني اللي هي معادله محور التماثل. معادله محور التماثل س بتساوي الرقم ده بتاع السين. هنا س بتساوي كام؟ س بتساوي سالب 1. يبقى انا هكتب هنا س بتساوي سالب 1 وكده جبت كل حاجه ايه تبع المساله. تمام. السؤال اللي بعديه بقى اخر سؤال في الامتحان. اخر سؤال في الامتحان بيقول لي ابحث اتصال الداله دي. تمام. هنا كده هنا الصفر كده في النص اللي اكبر من الصفر اللي هي 2 س تمام زائد ج س على 3 س سالب ظا 2 س واللي اصغر من الصفر اللي هي 4 سالب 2 جتا 2 س. عشان اعرفها متصل ولا مش متصل لازم اشوف داله صفر اليمنى بتساوي كام وداله صفر اليسرى بتساوي كام. تمام. ولازم اصلا تكون موجوده. بعد ما تكون موجوده نشوف متصل اصلا ولا مش متصله. تمام. طب تعال نشوف. هنا هجيب داله صفر اليمنى. داله صفر اليمنى اللي هي اللي على اليمين اللي هي دي كده. اقول له نهايه هنا عندما س تقول كام؟ تقول لصفر. تمام. تعال نشوف. نهايه عندما س تقول لصفر 2 س ج س زائد ج س يعني على 3 س سالب ظا 2 س. انا عشان اشتغل بالقانون بتاع نهايه الداله المثلثيه لازم تبقى ج س على س وظا س على ايه؟ على س برضه. يعني انا هقسم البسط والمقام على س. يعني هنا نهايه عندما س تقول لصفر
دي 2 س هقسمها يا مستر على س، زائد دي س هقسمها برضو على كام؟ على س. تمام. ودي 3 س هقسمها على س. تمام. سالب ظا 2 س هقسمها برضو على مين؟ على س. حلو الكلام. السين دي راحت مع السين دي، يبقى ده، والسين دي برضو راحت مع السين دي، يبقى ده دلوقتي ده بيساوي نهاية عندما س تقول لصفر 2 زائد د س على س على 3 سالب ظا 2 س على س. بالشكل ده هستخدم النهاية بقى خلاص، تبقى دي 2 زائد د س على س معامل س على معامل س يبقى 1 على 3 سالب ظا 2 س على س معامل الس من فوق على معامل الس من تحت، يبقى 2 على 1 فيها الاتنين، يبقى 2 زائد 1 3 على 3 ناقص 2 كام؟ 1، يبقى 3 على 1 فيها الكام؟ فيها التلاتة. يبقى دي دالة صفر ايه؟ دالة صفر اليمنى اول واحدة. طب تعالى نشوف دالة صفر اليسرى. دالة صفر اليسرى دي بتساوي ايه؟ دي نهاية عندما السين برضو تقول لصفر. تمام. 4 سالب 2 جتا 2 س. حلو الكلام. طيب هنا اشيل السين، طالما لقيت جتا مصر اشيل السين واعوض مكانها ايه؟ بالصفر، تعويض مباشر. يبقى هنا 4 سالب 2 جتا 2 في صفر بصفر، جتا صفر طبعا بواحد. تمام. 1 في 2 ب2، يبقى دي 4 سالب 2 يساوي كام؟ يساوي 2. فدلوقتي اليمنى طلعت ب3 واليسرى طلعت بكام؟ طلعت ب2. دلوقتي اليمنى لا تساوي اليسرى، يبقى اذا دلوقتي النهايه مالها؟ النهايه مش موجوده. تمام. وطبعا مالها؟ مش متصله. يبقى دي بما ان داله صفر اليمنى لا تساوي يا مستر داله صفر الايه؟ اليسرى، اذا دلوقتي النهايه غير موجوده. وطالما النهايه غير موجوده يبقى اذا دلوقتي مالها؟ الداله ليست متصله. كده احنا خلصنا الامتحان الحمد لله. لو في اي مشكله ممكن تكتب لي كده في كومنت، ممكن تبعت لي على الواتساب، وان شاء الله نشوفكم كده في فيديو تاني نحل فيه محافظه الجيزه وباقي المحافظات باذن الله. يلا مع السلامه.